فيلم النهارده أصدقائي الأعزاء. فيلم قديم. قديم بس حاجة أيقونية. حاجة كده من التراث، جزء من ذكرياتنا. أيام الطفولة، المدارس، والراحة النفسية. حاجة كده تحسسك بالونس وتفكرك بالذي مضى. ولو أنت من الجيل الجديد وأول مرة تسمع عنه، أحب أقولك إن الوقت لسه ما فاتش، وإنك قدام تجربة عايشة وما قدمتش، كأنها لسه طالعة النهارده. واللي بيخلي الفيلم ده مميز فعلا إنه مش مجرد كرتون للأطفال. انا بتاع كراتين برضه يا صديقي العزيز. ده حاجه كده من اللي تتفرج عليها لوحدك، تلم عليها الحيله. وكفايه تشويق ونخش في المفيد ونسمع الحكايه، بس بعد الانترو. فيلمنا بيبدا بواحد بيحكي عن محارب باندا اسطوري بيتقن كل اساليب الكونغ فو، وبيدخل على بار، وبيجي عليه مجموعه من الحيوانات المتوحشه اللي ما بتكونش مرحبه بوجوده، وبتهدده انه يسيب المكان ويمشي، لكنه ما بيهتمش بيهم عشان بيكون بياكل. وأول ما بيخلص أكل بيقوم يرنهم علقة. وبيكمل الراوي إن كل محاربين الصين كانوا بيحترموا الباندا ده، حتى أقوى فرقة فيها واسمهم المحاربين الخمسة بيركعوا ليه وبيعتبروه المعلم بتاعهم، وبينضموا ليه في حربه على الشر، وبيخلصها على 10,000 محارب سوا. وهم طايرين في الجو، صوت بيقول للباندا: اصحى يا ابوه، يلا يا كوكو هنتأخر على الشغل. وبيصحى فعلا الباندا ابوه، وبيكون متحمس جدا من الحلم اللي حلمه ده، وبيحلم انه يكون واحد من المحاربين الخمسة اللي بيحموا الصين. بس بيقطع عليه حلمه ابوه، هو بينده عليه عشان ينزل يشتغل معاه. وبينزل بو لابوه اللي بيكون وزة، وبيقول له انه اسف على التأخير لانه حلم مجنون. يسأله ابوه عن ايه، فبيكذب عليه ويقول له ان هو عن النودلز اللي بيكون شغلتهم. فابوه بيفرح جدا وبيقول ان الوقت قرب انه يقول له المكون السري اللي ورثه عن جد جده. بس ابوه ما بيكونش مبسوط ومش عارف يصارحه ان كار النودلز ده مش كاره، وان نفسه يكون محارب كونغ فو ويقعد يتامل في المعبد الاسطوري اللي بيكون فوق الجبل. بننتقل للمعلم شيفو وهو قاعد مستجم والمحاربين الخمسه بيهجموا عليه، بس هو بيصد كل هجومهم بسهوله شديده جدا، وبيبدا يهزأ فيهم على المستوى المتدني ده، وان هم اقل كتير جدا من توقعاته. وبيوقفوا عنهم ان زينج طائر المراسلات بيبلغوا ان المعلم اوجواي كبيرهم عايزه حالا، فبيجري يشيفوا عليه. والمعلم الكبير بيقول له ان شاف نبوءه بتحرر تايلونج نمر الجليد من سجنه. شيفو بيتصدم وبينده لزينج وبيخليه يسافر بسرعه على السجن اللي مسكون فيه تايلونج، وبيقول لهم يشددوا حراسه عليه. وبيقول المعلم اوجواي ان تايلونج بيسعى وراء المخطوطه المقدسه، والوحيد المسموح ليه يشوفها هو التنين المحارب العظيم. فبيسألوا شيفو مين اللي هيكون التنين المحارب العظيم، فبيجاوبوا إن هو لسه ما يعرفش. وبترجع لوو في المطعم، بيكون بيقدم الأكل للزباين في الوقت اللي بيدق فيه أجراس المعبد لاختيار التنين المحارب الجديد. فكل سكان المدينة بيطلعوا يجروا عشان يلحقوا يشوفوا الاختيار هيكون على مين. وهو بيكون رايح هو كمان معاهم، بس أبوه بيوقفه عشان عايزه ياخد عربية النودلز معاه ويبيع منها وقت المهرجان. أبوه بياخدها عشان ما يزعلش أبوه، وبيقعد يسحبها لحد ما بيوصل لسلم المعبد اللي بيكون عملاق، وبيحاول يجرها عليه بس بيفشل. فبيقرر يسيبها ويطلع على السلم عشان يلحق يتفرج مع الناس. بنرجع للمعلم الكبير أوبوي وهو بيتكلم مع شيفو، وبيقول انت لازم تبقى عارف ان مهما كان اختيار النهارده، هو مش بس هيجلب السلام للصين، بل ليك انت كمان يا شيفو. طبعا شيفو بيكون مستغرب ولسه مش فاهم حاجه، والمراسم بتبدا وبيكون بول لسه واصل، بس بيلاقي البوابات اتقفلت في وشه ومبيعرفش يشوفهم، فبيحاول بكذا طريقه لحد لما بيلاقي العاب ناريه فبيثبتها في الكرسي. وقبل ما يولعها بيلاقي ابوه لسه واصل وبيقول له يوقف، لكن بو بيقول لأبوه إن مش عايز يبيع نودلز تاني وإنه بيحب كونغ فو. بس ما بيلحقش يكمل كلامه وبيطير الكرسي بيه لحد جوه المعبد. وقتها بيلاقي المعلم الكبير أوي بيشاور عليه، فبيفتكر إن هو قطعهم وبيكون قايم يعتذر، لكن المعلم أوي بيرفع إيده وبيعلنوا اتنين المحارب الجديد، وبتكون صدمة لكل الموجودين وأكترهم المعلم شيفو، لكن بيضطروا يقبلوا بكلامه. وبيوصل زنج مرسال سجن شور جوم شديد الحراسة اللي بيكون مسجون فيه تاي لونج عشان يبلغهم برسالة تشيفو. وبيقابله هناك فاشير مدير السجن اللي بيسخر من الرسالة، وبياخد زنج معاه عشان يوريه تايلونج وحجم الحراسة اللي عليه، واللي بيكون فعلا محبوس بشكل كبير جدا ومفيش أي مفر إن هو يهرب. وبيمشوا بعدها، بس بيكون في ريشة وقعت من زنج وبيخبيها تايلونج، بس يا ترى هيعمل بيها إيه؟ بيرجع لأبوه وما بيوصلوه على قاعة كبيرة في المعبد، واللي بيكسر فيها الفازة الأثرية بالغلط. وبيجي المعلم تشيفه من وراه وبيبدأ يوبخه، وبياخده بعدها على ساحة التدريب عشان يجربه ويشوف قوته، واللي بيثبت فيها فشل ذريع. وبيكونوا مروحين بالليل وبيتكلموا إن استحالة ده يكون محارب التنين الأسطوري، وأكيد في حاجة غلط وإن هو مش منتمي ليهم،
بس بو بيكون وراهم وسامعهم وبيجيله إحباط. بالليل بيفضل بو تايه في المعبد وهو بيدور على مكانه، وبيفتح بالغلط باب مش ليه، لقى نفسه في أوضة كراين اللي كان وقتها بيستعد ينام في هدوء ومبيكونش عارف يقوله إيه. فبيقعد يلخبط في الكلام بشكل محرج جدا لحد لما بيخرج من الموقف ده ويلاقي تايجرس في وشه وتهزقه إن هو مش منتمي للمكان ده ولازم يمشي النهارده ما يرجعش هنا تاني. بينتقل بينا المشهد لبوه وهو عند شجرة الخوخ العظيمة، وبيكون المعلم أوبواي جاي يشوف بوه، فبيلاقيه قاطف كل خوخ اللي عليها وقاعد بياكله، وبيقول له إنه مبسوط بيه إنه لقى شجرة العظيمة. بس بوه بيتصدم لأنه ما كانش يعرف إنها مهمة، بس المعلم أوبواي بيهديه وبيقول له إن عادي إنه ياكل لما يكون متضايق. فأبوه بيقول له إنه مش شايف نفسه شبههم ولا هيعرف يكون زيهم، لكن المعلم بيقول له إن الكل ظاهرة وقتها عشان تظهر، وإن مفيش حد بيتولد عظيم، لكن بالعزيمة والصبر ممكن يحقق المستحيل. وبيسيبه ويمشي. وبنرجع لتايلونج وبيتفاجئ بيه إنه بيستخدم الريشة اللي كان أخدها من زينك وبيعرف يفتح بيها الأقفال اللي كانت عليه. الحراس بيحاولوا يوقفوه بس بيفشلوا، فبيضربوا جرس الإنذار في السجن كله عشان كل الحرس يجمع ويوقفوه، بس على قلة فايدة. تاي لونج بيعرف يهزمهم كلهم وبيهرب من السجن في مشهد عظيم. ولما بيكون بره على البوابة بياخد زينكا وبيقول له يروح يبلغ تشيفو إنه رجع وهيرجع لهم عشان ينتقم منهم. وبنيجي لصبح اليوم اللي بعده ويصحي المعلم تشيفو والكل بيخرج ما عدا أبوه، فالكل بيفتكر إن هو مشي بعد اللي حصل معاه، بس بيتصدموا لما بيلاقوه صحي من قبلهم وقاعد في الساحة بيحاول يتمرن، بس كالعادة أبوه ما بيكونش عارف يعمل حاجة. فالمعلم شيفو يبدأ يخلي كل بالدور يمرنوه أو يتمرّنوا عليه، يضربوه يمكن، المهم إن هو كَل علقة من الكل بالدور، وإجا المعلم يتشيفه في الآخر كمّل عليه وحدفه من على السلالم كلّها، بس بو ما استسلمش ورجع، وكان قاعد بالليل مع مانتس فرس النبي وفايبر التعبان، بيحاولوا يعالجوه بالإبر الصينية بس مش عارفين التشريح ليه، وبيهوّنوا عليه اللي حصل معاه، وبيقولوا إن المعلم تشيفو ما كانش قاسي طول الوقت، بس ده بسبب ظروف حصلت معاه من تلميذ قديم ليه، ولسه هيحكوا الموضوع بتقطعهم تايجرس. وبتحكي هي إن كل ده حصل من وقت طويل جدًا. المعلم تشيفو في يوم لقى تاي لونج وهو كان شبل صغير على باب المعبد، وأخده ورباه، وكان بيدربه ويعلمه كل حاجة وبيعتبره ابن ليه، ومن صغره كان تشيفو بيعتبره التنين المحارب، وفضل يعلمه كل حاجة ويكبر فيه. لكن المعلم أوبواي كان ليه رأي تاني وقال إن تاي لونج مش هو المختار، وده اتسبب في انهيار تاي لونج ودمر القرية كلها، وكان داخل المعبد وناوي يدمره. والمعلم تشيفو حاول يوقفه بس فشل لأن افتكره وهو طفل، وفي الوقت ده المعلم أوبواي اتدخل ومنع تاي لونج، ومن ساعتها وهو محبوس. ومن بعدها المعلم تشيفو مرجعش زي الأول وبقى قاسي جدا. وبنشوف زينج بيوصل للمعلم تشيفو وبيبلغه بهروب تايلونج، فبيجري تشيفو على المعلم أوبواي وبيقول له إن هما مش هيعرفوا يوقفوا تايلونج، بس المعلم بيكون ليه رأي تاني ويشوف إن الأمل في بو. فتشيفو بيقول إن بو مش هينفع، لكن المعلم أوبواي بيقول إن مع التوجيه الصح ليه هيقدر، وبيسلم تشيفو عصايته وبيقول له إن وقته إجا عشان يرحل من عالمهم. وبيختفي المعلم الكبير. في الوقت ده بو بيكون بيطبخ ليهم وبيعمل شنب بالنودلز، ويبدأ يتريق على تشيفو اللي بيجي من وراه وبيقول لهم كفاية لعب زي الأطفال وإن المعلم رحل عنهم وتاي لونج هرب من السجن والأمل في بو عشان ينقذهم من تاي لونج. فتايجرز بتقول له الباندا، بيرد عليهم المعلم بيقول لهم الباندا اللي واقف هنا، ويبص بيلاقي بو اختفى. تشيفو بيلحق ببو ويوقفه وبيقول له إن التنين المحارب عمره ما يهرب من المواجهة، وبيرد عليه إنه من يوم لما إجا المكان ده وهو مش مؤمن بيه ولا عايزه معاهم، وحتى لو هل هو عنده خطة يخليه محارب حقيقي يعرف يهزم تايلونج. المعلم تشيفو ما بيعرفش يرد وبيسيبه ويمشي. في الوقت ده تايجرس بتكون شايفة كل اللي حصل وبتمشي من المكان في طريقها لتايلونج عشان توقفه، وبينضم ليها باقي المحاربين. تاني يوم بيروح المعلم تشيفو يدور عليهم بس مش بيلاقي حد، وبيسمع صوت جاي من المطبخ وبيكون بوم بهدل الدنيا وكسر كل شيء عشان يعرف يوصل للأكل. وبيقف المعلم مذهول شوية لأن المطبخ كله إقفال وهو كسرها كلها، فقال له إن في أكل مستخبي في الرفوف اللي فوق في السقف وبيمشي. بس بيرجع كده يبص لقى بوت صلق للسقف بكل سهولة شديدة. فبيجي ليه فكرة وبياخد بول مكان فوق الجبل ويبدأ يدرب بوه باستخدام الأكل، مرة في التانية في التالتة لحد لما بيخليه محترف، وفي الآخر بيعمل له اختبار إنه ياخد الأكل من إيده. ده كل المطلوب، وبينجح بوه في الاختبار ده لما بيفهم مضمونه، وبكده بيكون مستعد. وفي الوقت ده بيكون المحاربين الخمسة وصلوا عند تاي لونج وبيبدأ بينهم حرب فوق الجسر لحد لما بيعرفوا يوقفوه، وبيقطعوا الجسر وبيفتكروا إن هما كده خلصوا منه للأبد، بس ده ما بيكونش حقيقي. تاي لونج بيطلع لهم وبيهزمهم شر هزيمة. وبنشوف بو والمعلم يتشيفوا وهما راجعين من رحلة تدريب بو، وبيلاقوا كل المحاربين مهزومين ومرميين عند مدخل البيت، وبيقولوا لهم إن هما حاولوا يوقفوا تاي لونج بس فشلوا. فالمعلم بياخدهم بسرعة للساحة وبيطلع لبو مخطوطة تنين عشان يبص عليها
ويعرف الأساليب والطرق منها وإزاي يهزم تاي لونج. بو بياخدها وبيفتحها، بس الصدمة هنا كانت للكل إن هي بتكون فاضية تماما، وبيكون الكل يائس. وتشيفو بيأمر المحاربين ال5 ومعاهم بو يفضوا المدينة لأن مفيش فرصة عندهم، وتاي لونج هيخلص على الكل. بيعملوا كده فعلا، وبو بيروح لأبوه بيحكي له اللي حصل، وإن هو كان معلق أمل يلاقي سر التنين المحارب في المخطوطة، بس هي كانت فاضية. فالأب قال إن هو مش لازم يكون في سر دايما في الموضوع، وبيقول لبو إن ده أنسب وقت يقول له المكون السري للنودلز اللي ورثه عن أهله. والمكون السري بتاعه إن مفيش شيء سري، وإن هي لمسة الشخص وإيمانه بنفسه. بو بيفهم الكلام، وبيفهم إن ده مضمون المخطوطة، وإن مفيش شيء بيخليه المحارب التنين غير نفسه. وبنشوف تاي لونج في مقابلة أسطورية المنتظرة بينه وبين تشيفو، واللي بيحاول تشيفو إنه يمنعه إنه يدخل المعبد، وبتدور بينهم معركة شديدة بتنتهي بهزيمة تشيفو. في الوقت ده بيوصل بو وبيكون نفسه مقطوع من السلم وشكله عبيط جدا. التاي لونج ما بيكونش مصدق إن ده التنين المحارب غير ما بيشوف المخطوطة في إيده، وبيجري وراه، وبتدور بينهم معركة طويلة بتكون كلها معتمدة إن بو بيستخدم وزنه وجسمه في إنه يكسب تاي لونج. وبعد المعركة دي بينجح بو فعلا إنه ينتصر عليه، والكل بيكون فرحان بيه، وبالأخص أبوه، في مشهد من أروع ما يكون. وبيحين ليه المحاربين ال5 وبيعتبروه معلم ليهم. وفي آخر لقطة بنشوف بو بعد لما رجع للمعلم تشيفو يبشره، وأخيرا حل السلام في نفس المعلم تشيفو. وفيلمنا بيخلص لحد هنا، ولحد هنا خلص الفيلم يا صديقي. لو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب واستنى الملخص الجاي، ولو ما عجبكش اكتب لنا كومنت وهنحاول نحسنه المرة الجاية. سلام.